لسه مكسلة ومحتارة ومش عارفة كنت تعملي كحك العيد ولا تشتريه من بره. تعالى أقولك إن النهاردة هنعمل مع بعض أول صنف من نواعم العيد، وهو القراقيش المبسوسة. هنعمل مع بعض القراقيش اللي بالشمر واليانسون، حاجة كده في منتهى الجمال. ميكس كده جميل جدا، قراقيش ناعمة وفي نفس الوقت كمان مقرمشة. هنعملها مع بعض إزاي؟ هقولك على كل خطواتها، عملناها مع بعض على القناة كذا مرة، والهدف منها النهاردة مش إن أنا أقولك المقادير قد ما أقولك الوصفة هتتكلف معاكي قد إيه بالظبط، ونحسب كل تكلفة احنا كلفناها قد ايه، وكمان من كيلو دقيق هنطلع كمية قد ايه. الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها غير اللي اتاكلت كمان من كيلو دقيق واحد. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين، ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. بس قبل أي حاجة، لو انت لسه جديدة في القناة وشايفة ان القناة مفيدة بالنسبة لك، متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت كمان تعرفيني انت بتابعيني منين، وتعرفيني بنفسك عشان تنضمي لعائلة ستات شطورة، وابقى كده فرحانة كده بتعليقاتكم الجميلة. اما بالنسبة لو انت بالفعل من عائلة ستات شطورة، متبخلوش عليا باللايك الحلو بتاعكم والتعليقات الجميلة اللي بتسعد قلبي وبتفرحني وانا برد عليها. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا هتكون عاملة ازاي، واخر الفيديو هحسب لك كل حاجة بالمليم كلفت معايا قد ايه. اول حاجة انا معايا هنا كيلو دقيق منخول. اي دقيق احنا بنستخدمه لازم يكون منخول. تمام. ده كيلو دقيق، ومعايا هنا 400 جرام من السمنة السايحة، ومعايا 100 جرام من الزيت، معايا 3 معالق كبار من السمسم، معايا كمان معلقة شمر على معلقة ينسون مطحونين، معلقة كبيرة من الشمر ومعلقة كبيرة من اليانسون. عملتهم على النار عشان اطلع منهم، يعني دفيتهم كده على النار عشان اطلع منهم الرطوبة، وكمان حمصتهم في المطحنة. معايا كمان كيس خميرة، معايا كوباية وربع من المية، معايا نص كيلو من العجوة. تقدري تعمليها سادة بس وتعمليها بالشمر واليانسون بس، وتقدري كمان تحشيها عجوة، عايز تحشيها ملبن براحتك جدا، عايزة تخليها من غير شمر ويانسون برضو كل الإضافات دي تقدري تتحكمي فيها وتشيلي وتحطي زي ما انت عايزة. أنا هنا حطيت الزيت على السمنة، وهحط هنا كده في الطبق بتاعي كل المواد الجافة مع بعض، عشان كده يعني أخف من الزحمة اللي محطوطة على الرخامة. حطيت رشة من الملح. تمام. وهنزل كده بالشمر واليانسون المطحونين. طحناهم ليه؟ عشان ما يبانوش كده في القراقيش والدايق اللي بياكلها. كمان لو عندك اطفال ما يشيلوهاش وميبقاش متضايقين وهم بياكلوها. وهنزل بالسمسم، دول 3 معالق كبار من السمسم. عايزه تزودي عن كده براحتك، مش عايزه تحطي برضه براحتك. يبقى الشمر واليانسون والسمسم دول اختياري، بتشيليهم وبتحطي وبتزودي الكميه بتاعتهم حسب ذوقك انت. وبعد كده هنزل قلبتهم مع بعض، هنزل كده بالماده الدهنيه بتاعتي اللي هي السمنه على الزيت، وهبدا كده ان انا اقلب شويه مع بعض، وبعد كده هبدا ان انا اخلطهم بايدي. بصي انا كده بقلبها لان انا مش عارفه لسه السمنه كانت لسه سخنه ولا دفيت خلاص. هبدا اقلبها وبعد كده هجس كده العجين. لقيت السمنه دافيه بالنسبه لي، هبدا ان انا استخدم ايدي. طبعا احنا غاسلين ايدينا كويس جدا لان دي حاجه احنا هناكلها في بيتنا ولازم نكون ضامنين نظافتها. ليه ما بستخدمش كلافز؟ انا بستخدمه لما بكون بس ايدي مجروحه، مش بستخدمه عمال على بطال بصراحه. احنا بنقول نوفر، وكمان طالما عارفين ان ايدينا نظيفه، وانا كمان شغاله جنب الحوض على طول، في اي حاجه بروح اغسل ايدي، وورايا المناديل او فوطه بنشف ايدي فيها. بس بصراحه الاضمن ليا ان انا انشف ايدي في المناديل وارميها على طول، لان طبعا دي حاجه تبع الاكل، فاضمن كمان من الفوطه وانضف من الفوطه ان احنا نستخدم المناديل ونرميها على طول واحنا بننشف ايدينا. طبعا هبدا كده ابس كده في العجين شويه حلوه محترمين. طب يا سمر، ما ينفعش ان انا استخدم السمنه بارده؟ تقدري تستخدميها عادي عادي بارده جدا، بس الجو كان النهارده ساقعه شويه، فكانت بالنسبه لي السمنه دافيه او سخنه هتكون مخلياني العجينه طريه وهعرف اشتغل فيها براحتي. طبعا انتوا عارفين ان انا مش قادره دلوقتي ان انا افرد وافضل احنن العجينه بايدي عشان خاطر تبقى طريه معايا. الخميره لو انت واثقه منها تقدري تحطيها تمام مع الدقيق عادي، بس بما ان انا نازله عليها بسمنه سخنه فما رضيتش اموت الخميره بتاعتي، وقلت هدوبها كده في شويه ميه دافيه الاول، بعد كده هنزل بيها لما الاقي العجينه بقت دافيه معايا. طب انت هتسيبيها لغايه لما تخمر؟ لا، انا مش هسيبها لغايه لما تخمر خالص. مجرد بس ما احس ان هي تفاعلت هبدا ان انا انزل بيها على العجين بتاعي، لان انا ضامنه ان العجينه شغاله تمام، قصدي الخميره شغاله. انا الخميره دي مستخدماها قبل كده، هي خميره بتاعت دريم، وواثقه فيها وعارفه ان هي خميره محترمه. هبدا ان انا اعجن. طيب
انا المره دي هحط كوبايه وربع من الدقيق، مش كوبايه، قصدي كوبايه وربع من الميه، مش كوبايه ميه بس. ليه؟ برضو انا عايزه العجينه تكون طريه معايا شويه. تمام، مش هتاثر معايا الربع كوبايه، لا مش هيأثر، هيطلعها لك برضو ناعمه ومقرمشه في نفس الوقت. حباها ناعمه قوي، فتشيلي كوبايه ربع كوبايه الميه دي وتكفي بكوبايه واحده بس من الميه. انا هفضل اعجن فيها لغايه لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. عايزه اقولك ان طريقه العجين بتاعه القراقيش مقاربه جدا لطريقه الكحك، بس الفرق فيها ان احنا في الكحك بنستخدم كوبايه الا ربع من الميه. تمام، وبنحطش طبعا لا شمر ولا ينسون، بنحط يا اما توابل الكحك يا اما بنستخدم كمان عنها. طيب، انا كده فردت العجينه بتاعتي. بصوا، عجينه حلوه جدا وبتتفرد معايا وطريه وزي الفل. دي اللي انا عايزاه عشان تسهل عليا التشكيل. هنا العجوه انا ما قلبتهاش بسمنه ولا اي ماده دهنيه، وقطعتها شرايح كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اقفل عليها. ليه؟ لما انا بقلبها بمعلقه سمنه او باي ماده دهنيه بتخلي لي القراقيش ناعمه اكتر، وانا زي ما قلت لكم عايزاها في نفس الوقت مقرمشه، وفي نفس الوقت اهو توفير ان احنا كمان نوفر في المواد الدهنيه بتاعتنا. ببدا بقى ان انا اقطعها بالشكل ده وارصها في الصينيه. الصينيه بتاعتي مش مدهونه، انا ما بدهنش الصينيه بتاعتي غير للبسكوت والبيتي فور بس، لا كحك ولا غريبه ولا قراقيش. بدهن الصينيه بتاعتي ماده دهنيه. طيب، انا كده زي ما انتم شايفين كده هبدا ابطط واحده تانية معاكم وهعملها. عايزه اقول لكم بقيه الكميه اللي انا عملتها مش انا اللي قطعتها بصراحه، يعني قعدوا كده معايا اولادي كده قدام مني، وقعدوا كده ان يعني يحاولوا ان هم يعملوا معايا ويرصوا. فهتلاقوا في الاخر يعني كده وانا برص هتلاقي المعوجه شويه والرفيعه شويه. ما علينا، كله بيتاكل، واهم حاجه ان الاولاد يفرحوا. فطبعا هم غسلوا ايديهم كويس وساعدوني في ان احنا نخلص الكميه. كميه مش كبيره، بس انا كنت عايزه انجز لاني ما كنتش قادره ان انا اكمل وافضل قاعده او واقفه المده دي كلها. طبعا انا ما وقفتش المده دي كلها، انا قعدت وخليتهم زي ما قلت لكم يساعدوني. تعالوا بقى نتكلم واحنا كده شغالين عن التكلفه بتاعه القراقيش بتاعتنا، وهل هتوفر معانا ولا لا. احسبي كده القراقيش بتاعتك، شوفي كده الفرن، اي فرن، اي حلواني، اي حد بيبيع كحك وبسكوت، انزلي شوفي الوصفه اللي انت عايزاها او الصنف اللي انت عايزاه عنده بكام، وبعد كده ابدأي احسبي تكلفة الكيلو اللي انت هتعمليه في البيت هيكلف معاكي كام. طبعا الكيلو اللي انت هتعمليه في البيت مش هيطلع كيلو. احنا هنا حاطين كيلو من الدقيق، حطينا تمام عليه سمسم وعليه شمر ونص كيلو من المواد الدهنية، وحطينا مية، وحطينا كمان العجوة. فبالميت كده يطلع معايا الكيلو، يطلع معايا حوالي 2 كيلو او 2 كيلو وربع من القراقيش. فبالتالي وفرت معايا، طبعا وفرت معايا، وبسعر تكلفة كيلو واحد بس انا عملت 2 كيلو من القراقيش. طبعا هدخلهم على الفرن على درجة حرارة، اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. اول ما ياخد لون من تحت تبداي تشغلي عليه الشواية، تاخدي اللون اللي انت عايزاه وبعد كده تطفي على طول. انا ما كنت سايبه فراغات ما بين كل واحده وواحده عشان تاخد لون كده في بتاع الجناب كمان، وتتلون معايا وتاخد كده التسويه بتاعتها من كل ناحيه. هبدأ بقى أقولك التكلفة بالظبط عاملة معايا كام، وهتنزل دلوقتي قدام منك على الشاشة. طيب، كيلو الدقيق عامل 18 جنيه، أنا جايباه ب 18 جنيه وربع بالظبط. تمام، اللي هو الست غالية. وفي نوع تاني عامل 17 ونص. حلو يا سمر؟ طبعا حلو، وبجربه كل سنة اللي هو دقيق الصقر، وبعمل منه على طول هو أورجين، حلوين جدا. أنا جايبة السنة دي ست غالية مع دقيق الصقر. طيب، هنقول تكلفة كيلو دقيق 18 جنيه وربع زي ما أنا جايباه من فتح الله. 18 وربع، وعندك نص كيلو من العجوة ب 17 جنيه. تمام، ادي كده 18 و17 كام؟ احسبوا كده معايا، هيطلعوا معاكي 35 جنيه. 35 جنيه. سيبك دلوقتي من الربع، هنقول ب 3 جنيه سمسم لان انا واخده 3 معالق بس، ووريتكم انا واخده جايبه قد ايه ب 13 جنيه سمسم. هنقول يا ستي ب 5 جنيه سمسم، بلاش ب 3 جنيه سمسم، ب 5 جنيه سمسم، وب 5 جنيه شمر على ينسون، ادي كده 10 جنيه. 10 ومعايا 35، ادي كده 45 جنيه. 45 جنيه. وهنقول نص كيلو من السمنة عاملين 40 جنيه. تمام، ادي كده 45 و40، ادي كده 85 جنيه. طبعا انت حاطه زيت يا سمر، احنا هنقول مثلا شويه الزيت دول او 100 جرام دول واخدينهم من البيت عندنا. تمام، وعندك كيس خميره ب 3 جنيه، احنا قلنا 85 و3، ادي كده 88 جنيه، وفي ربع ادي 88 جنيه وربع بالظبط. 88 جنيه والربع بالظبط. عملت قد ايه؟ عملت 2 كيلو وربع من القراقيش.
طيب شوفي بقى تكلفة الكيلو الجاهز اللي انت بتشتريه من الفرن او من اي محل بيبيع طبعا كحك وبسكوت هيكون عامل معاكي كام. اقل كيلو هتجيبيها هتكون عاملة 80 جنيه، يعني انت عملتي 2 كيلو وربع بسعر كيلو واحد هتشتريه جاهز. شفتي انت وفرتي قد ايه؟ بدل ما تروحي تشتري كيلو من الفرن، لا انت عملتي 2 كيلو وربع في البيت، وضامنه جودتهم وضامنه كمان نظافتهم، وضامنه ان الحاجه اللي انت حطاها شكلها ازاي، نوع السمنه اللي انت حطاه نوع ايه، العجوه اللي انت جايباها شكلها ايه، فعارفه كل حاجه انت عاملاها في البيت وضمناها في البيت. طبعا التسويه انا ما حسبتهاش لان احنا سوينا في الفرن بتاع البيت عادي خالص، وفي الصواني اللي هي بتاعت البيت عادي خالص. سمر انا ما عنديش صواني تكفي الكميه دي كلها. هقولك تعملي ايه. بالنسبه للقراقيش ممكن تجيبي صواني اللي هي بتاعه تقديم الشاي، وتبداي تقطعي ايه وتخمري عليها. انا طبعا ما سبتهاش تخمر ياما، انا مجرد بس لما انا خلصت تقطيع الكميه كلها بدات ان انا اسوي، لان انا كده كده مستخدمه خميره فوريه. وهتبداي ان انت تسوي في الصواني اللي عندك خالص، وبعد كده تبداي تشيلي من هنا تحطي هنا وتبداي تسوي، او ان انت تاخدي صواني من عند مامتك، صواني من عند جارتك، من عند اي حد تتصرفي وتسوي في البيت وتوفري كمان حق التسويه. طب لو قلنا ان احنا سوينا بره، احنا كلفنا كام؟ كلفنا 88 جنيه وربع، ودول هياخدوا معاك حوالي صاجين كبار في تسويه. الصاج 8 جنيه، ادي كده 16 جنيه، 16 و88 هنقول كام؟ احنا قلنا كام؟ 98، 98 هنقول 100، 104، 104. وعملتي برضو 2 كيلو وربع. لو انت اشتريتيهم من بره ال2 كيلو دول من بره حوالي كده 160 جنيه. اليوم ما يكون كرمج هيكونوا ب140 جنيه، تمام، ومش هيكون بنفس الجودة بتاعتك. عايزة تعمليها سادة هتشيلي حق العجوة، ال 17 جنيه بتوع العجوة، وعملتيها سادة. عايزة تعمليها بالملبن برضو نفس سعر من العجوة، هي نفس سعر الملبن. عايزة تعمليها نص ونص وتجيبي ربع كيلو من العجوة برضو، بس يبقى انت برضو وفرتي. فكده الحالات انت تختاري الصنف اللي انت عايزاه وتبدأي اللي انت تعمليه في البيت، وبتبدأي ان انت توفري. انا قسمتهم هنا على علبتين. ليه؟ علبة دي هتشال للعيد، والعلبة التانية هيبدأوا ان هما كده يتسلوا فيها بعد الفطار لغاية العيد. ما هو لازم يدوقوا الحاجة اللي انت عاملاها في البيت. طب انت مش عايزة كده وعايزة تودي مثلا لمامتك لاختك، وعايزة الحاجة تحافظي عليها، يبقى تعمليها قبل العيد بيومين اتنين عشان تضمني ان الحاجة عندك ما تخلصش قبل العيد. لكن انا زي ما انتم شايفين كده كل صنف بعمله بقسمه على علبتين، علبة هم ياكلوها براحتهم، والعلبة التانية ان هم اخليها للعيد. والعلبه طبعا الاولانيه دي ممكن ادوق منها مامتي، ادوق منها عند اهل جوزي، براحتي خالص، لانك انت في الاخر بتشكلي طبق مشكل كده من كل صنف وبتنزليه، فما بتحطيش حاجات كتيره، وفي نفس الوقت يبقى انت فرحتي كل حبايبك اللي حواليكي وباقل التكاليف. كده خلصت معاكم القراقيش النهارده. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ويا رب تكون كمان تكلفتها تكون مناسبه بالنسبه لكم. واشوفكم ان شاء الله على خير بقى في وصفه جديده من وصفات كحك وبسكوت العيد، وهقول لك كل وصفه هتتكلف معاكي كام وهتطلع معاكي كميه قد ايه. طبعا زي ما قلت لكم هي احمرت معايا سنه في الفرن، وطبعا شكلها مش منتظم لان طبعا هما كلهم ساعدوني السنه دي غير ما بعملها لوحدي. عايزه تشوفي شكلها يكون منتظم شويه هتلاقي الفيديو بتاع السنه اللي فاتت، وهتلاقي كمان في فيديو 5 وصفات للفطار هتلاقي برضو عامله فيها القراقيش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.